الكلب اللي انتوا شايفينه ده لازم يتعدم في ميدان عام، ومش بس كده، ده يتعذب عذاب في الدنيا على لغايه ما يوصل لعذاب الاخره. الكلب اللي انتوا شايفينه ده بكل وحشيه اعتدى على بنات اخوه اللي هي عندها 11 سنه، واحده عندها 14 سنه، تجرد من كل الانسانيه واعتدى عليهم بدم بارد، ومحدش عرف الموضوع غير لما بداوا يشتكوا ببطنهم، والكبيره للاسف طلعت حامل، ضيع مستقبلهم وضيع حياتهم. وبعد اذن النيابه العامه مش عاوزين كلمه ده هو كان تحت تاثير المخدرات او هو شاب صغير، لا ده بغل. حتى لو صغير هو واهله يتحاسبوا على الاهمال، ولو كبير هو مسؤول عن نفسه ودخل في سكه المخدرات يبقى استحمل قرفها، يتعدل في ميدان عام قدام الناس كلها. وده مطلب جماهيري مش مطلب انا لوحدي، مصر كلها او العالم كله، اي واحد عنده قلب يقول الكلمه دي. لازم انتوا تحافظوا على اولادكم وتعرفوهم ان جسمهم خط احمر، حتى لو مهما كان صله القرابه، ان في اماكن مش مسموح بيها نهائي. شير فيديو على قد ما تقدر عشان الناس تعرف قد ايه العام اللي المفروض يحافظ على شرف ولاد اخوه او عيلته هو اللي ضيعه، عنده ذره من رحمه. شير فيديو ده على قد ما تقدر عشان الناس كلها تعرف ان مهما كان صله القرابه لازم يحافظوا على شرفهم بنفسهم. العامل المكان المفروض يصون هو اللي خان. شكرا.